كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبد الله ورسوله وأزكى صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، الجنة أمل كل مسلم ورجاؤه وغايته، ومن أجلها يقدم كل غالية ورخيص لعمله بأنها سلعة الله الغالية، لقوله عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية وسلعة الله هي الجنة. وأسباب دخول الجنة كثيرة ومتنوعة، ومن تلك الأسباب أولا توحيد الله سبحانه وتعالى جل وعلا ومحبته وخشيته ورجاؤه والتوكل عليه. وثانيها الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وثالثها المحافظة على الصلوات الخمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان.